بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. البنات مرحبا بكم. معكم توجور ام زينو الطرازة العنبية على الماشين لاندستريال. اليوم كما راكم تشوفوا راهي نقلة في الشارج ونقلة ثقيلة كما على بالكم اللي نخدم الشارجي تاع العرايس وتاع التصديرات وتاع المشطات. هذه هنا قندورة الفرقاني. هي نورمالمون تتخدم مجبودة فريدة على الجلد، لكن اللي ما كانش شكون يخدمها على الجلد باه جابوها لي باش نخدمها انا على الماشينه. فيزلين توجور دوبلي. هذه قطيفه لا كولور في الفيغ بوتاي، وكما تشوفوا النقله راهي شارجي. من بعد كي تكمل راح تشوفوها. هنا فقط باش نهزوا الرشمه. هاي البنات سهله، فقط ديري بابي كاربون تاعك الابيض وتاخدمي تهزي الرشمه تاعك. ومن بعد راحين تشوفوا تفاصيل الطرزه هديه كيف ما راح تخرج تهبل. بالنسبه للطعمار ما نخلطوش، راهي عدس وكونتيل فقط، لا سناسل ولا لي زاستخاس ولا لي بول. ما كاين حتى تخنديق فيها. هذه راهي قندورة التصديرة العنبية الأصلية، طرز جزائري غير مقلد. كي نقول غير مقلد يعني تاعنا احنا البنات. راني نقل فيها. بالنسبه للي ما يعرفوش وين يحطوا العدس والكونتيل الرعاش هذاك اللي يرعش هذاك هكا، اللي نخدموا به احنا العنامبه نخدموا به ياسر في التعمار، في المناجل فقط. هنا كعبة عدس وكعبة وحده كونتيل تخرجها كي الدودة من فوق بومبي فقط. ما ديريني الحجار هاد من المناجل كامل يتعمروا عدس وكونتيل وشويه تطياش هكا. هنا عدس وكونتيل برك، ما نعملوش هدية الرشمه تاع مجبود الفريده. ماهيش تاع لي زاستراس ولا هذاك السناس اللي لا ما نلبزوش في الخدمه. كل طرزه نعطيولها كارها يا البنات. بالنسبه لهنايا الحراف هذوما الحواشي راح نعقبهم شعيره، لكن شعيره كبيره تجي مخدومه. تقول عليها باليد هادم الحراف هذوما يجيبوش طرز كاري نقول انايا طرز يعني نورمال. راح نبدل ندير لها القمح الشعيرة ولا الضفرة. هي الشعيرة هي الضفرة بخس كيف وشوية نكبر ونعرض باش تخرج تقول مخدومة بلوي فتلة. تقول مخدومة هذه القندورة كاملة كي تشوفوها كي تكمل تقول مخدومة بالفتلة. ليه ما تعرفهاش من بعيد راح تقول لك فتلة. هذه هنا طريقة فقط هزان الرشمة سهلة خلاص. من بعد البنات راحين تشوفوا طريقة الطرز. كما تعرفوا الطرز تاعي اسهل ما يكون. باش تقول لك واحدة ندير دورة قرقاف كاملة في المناجل هذوما وفي هذوما الحسكات اللي في النص، راهي من المستحيل تقلب القندورة تاع القطيفة هذه. اذا راح تكون دورة عادية فقط، لكن باستخدام العراض، وبالتالي راح تبان لك باللي انتيغي دايره دورة كاملة. الدورة الكاملة هذيك نعملوها في الحواشي تاع القفطان باسكو الفصالة تاعو راح تجي خفيفة وراح تجي بالقطعة يعني كي راح تطرزي بالقطعة تقدري دوري القرقاف. البنات متابعة ومشاهدة طيبة. من بعد راح نشوفوا طريقة الطرز وراح نشوفوا القندورة كاملة ان شاء الله. البنات هذه هنا الرشمة بعد ما كملت يا البنات. شوفوا قدامه راهي توب. هذه هي طرز النقالي تاع مجبود الفريدة ولا الفرقاني، مشهور في عنابة. هاي وين بعيدة خلاص، هاي وين الرقبة. شوفوا مليح. هذه من بعد كي نخدموها راحين تشوفوا كيف ماش تخرج تهبل. وكي تتشرجها بالعدس والكونتيل تخرج قندورة عنبية جزائرية حرة.
وهذه انا حبيت نخدمها لها، هي حبت تخدمها هكا، وانا باش قلت لها نقبلها لك نطرزها لك باش نحافظوا على التراث تاعنا تاع الجزائر، التراث الجزائري. مجبود الفريدة ما كاين حتى في دولة، ومجبود الفرقاني ما كاين حتى في دولة. الطرز تاع الفرقاني كاين غير في الجزائر، وبالضبط عنابة سكيكدا قسنطينة. نتمنى البنات تعجبكم الخدمة. اللي تحب تتفضل تخدم. فيسبوك كوتشور بغطيبونة. رقم الهاتف 06 54 58 86 64. مرحبا بكم جميعا. رجعت لكم البنات باش نشوفوا طريقة الطرز هنايا. شوفوا مليح، هنا حاطه قدامي الاقلام الشمعيه، هاي الاقلام الشمعيه باش كي تتفصلي الرشمه، ولا كل ما نطرح القرقاف على القندوره نعاود بالاقلام الشمعيه كما هكا. شوفوا ها، شوفوا ما يعني ما عندي حتى مشكل في الرشمه. ها كي تتفصلي نعاود هكا وخلاص. وهكذا. نشوفوا دركا عندهم الاقلام الشمعيه يتباعوا 5000 ولا 8000، فيهم كل الالوان. ها هي كل قندوره واللون تاعها، دوما سبيسيال احنا هنا نخدموا به القطيفه. كاين في عنابه، كاين يتباع في اماكن اخرى. السيدات اتصلوا بيا قالوا لي ما كانش. هذه هي الاقلام الشمعيه. نشوفوا دركا قلت لكم قبيله كي كنت نشرح في الرشمه، قلت لكم لوتور هذا الحيز هذا راح نعدلوه. شوفوا حبه شعير كبيره ولا ضفره تجي ولا كانها خيط تاع فتله مبروم. نشوفوا البنات ان شاء الله تبان لكم. لا طلع شويه البنات. نشوفوا دركا كيفاش نخدموا. هنايا الخدمه راح تكون بالعراد البنات. ها ندي ونجيب حتى نتحصلوا على حبه شعير بومبي. نزيدوا نرجعوا للنهايه تاع الحبه تاع الشعير. هنا نستعمل العراد البنات. ها نفتح ونغلق وندور ونتبع الرسمه. شوفوا البنات تخرج ولا كأنها فتلة. شفتوا كيفاش تخرج البنات؟ يعني ما كانش والله ما كانش فرق، تخرج كأنه كوردون. شوفوا نزيدوا ندوروا. راني محصورة البنات بالتليفون. ها سبق وقدمت الطريقة تاع الخدمة هذه. ها تخرج كأنها فتلة. انتي والعرض اللي تحبي تكبري تحبي تصغري. ها تحبي تكبري ولا تحبي تصغري كيما تحبي انتيا. ها شفتوها؟ نطرزوا شويه ونجاوبوا شويه على الاسئله. البنات اللي يسالوني على احسن ماركه في لي ماشين، نقول لكم ما كاينه حتى ماركه خير من ماركه. كل الماشينات الكل يخدموا غرزه واحده فقط. انت تحافظي عليها بالزيت، يعني تزيتها كل مره. الاباري تبدلي، انا ما نكذبش عليكم، كل قندوره بابره كرمكم الله، كل قندوره بابره. الماشين تاعي رديتها انا شغل عودتها بالاباري. كنا نكمل باغ اكزومبل القندوره ادي بنفس الابره ونزيد نروح نحط قندوره اخرى ما تخرجليش. ما فهمتش، ما نعرفوا عليها. يظهر الخيط يتقطع، تظهر تعملي لي صوتيتو. يمكن بدل الابره سما رديت انا رديتها على الزيت ورديتها على الابره. هذا مكان البنات طرز سهل. شوفوا مليح ان شاء الله تكون الاضاءه واضحه فقط. شوفوا
راني والله بالسيف ما قاعده نطرز، راني محصوره بالتليفون. ها هيا، ها هذه هي غرزة. ماهيش ضفرة، ما نقولوش ضفرة البنات، لانه الضفرة لما تخدمي الحبة هدية ما تجيش للنهاية لهنا وتخدمي، تجي للمنتصف وتزيدي تخدمي، تخرج لك ضفرة تهبل. درتها في دهن قندورة خرجت تهبل. شوفوا البنات تبان وكأنها لواي مخدوم بالفتلة. نرجعوا دركا ان شاء الله ما يتحرك ليش التليفون ونشوفوا درك الطريقه تاع الاوراق سهله كما راكم تعرفوا طريقه الاوراق تاعي. راني محصوره البنات بالتليفون نشوفوا فقط نستعمل العراض وشويه ميلان وبرك. ها يقولوا لي السيدات وعلاه تروحي وتجي تاكلي المجبود ياسر. نعم انا نستهلك المجبود ياسر باه تجي الخدمه سوليد. الورقه نشتي ديما نخدم تخاساج، انا نطراسي في البدايه ها هكا ونزيد نعاود. انا تخرج لي ورقتي ملاحه بصوتي نروح للورقه الاخرى. البنات ان شاء الله يكون التصوير واضح. زيدوا نحكيو شويه البنات. هذا المجبود الفريده، مجبود الترزي من التراث الجزائري اللي ما كاين حتى في دولة. خدموا قبل واحد تيرزي كنت انا صغيره نشفى عليه في بلاص دار، يقولوا له عبد العزيز بن زراري، راهو مصمم عالمي الله يرحمه. ما نقول لكم تسمعتوا به ولا تعرفوه، المهم احنا العنبيات يعني لي فغي بونواز نعرفوه مليح. كنت انا صغيره نحكموا ديما في حصه تلفزيونيه بكري كي كان تلفزيون واغي بلان يقولوا لها مجله المراه. في مجله المراه كانوا يجيبوا لنا عبد العزيز بن زراري كيف ماشي يحرج القندوره، يعمل يفرض وحده على الجلد ويختم المجبود بالاشفاء بديك الابره اللي يقولوا لها الاشفاء. هي نفس الخدمه نفس كل شيء، النقله كل شيء، غير هي باليد. ومن بعد يحكم يعمرها. شحال يقول لنا يا البنات يا الخياطات يا الحراجات لازم ديما نعمروا بالعدس الرقيقة خلاص ماهوش المقنش، العدس المسطح والكمتين الرعاش. يعني كي تشريه تلقاه كي تهزيه تلقاه يرعش، ماهوش هذاك اللي يجي انا قد حتى كي تحطيه تلاهوتيه هكا تحبي تخرجيه دوده فوق الكعبه تاع العدس ما يعني ما يتلواش. فهمتوا؟ هو هدايا الكمتين الرعاش يتلوى، ديري به حتى كعبه تاع كوكو يتلوالك. عبد العزيز بن زراري مصمم عالمي جزائري عنابي. واحد ما سمع به الى كي غير سمعت به انا مات. مصمم عالمي نال عدة جوائز وكانوا عنده عارضات يعني سبيسيالمون غير في المحافل الدولية تاع الطرز التقليدي. كان يمثل ديما الطرز التقليدي الجزائري وخاصة تاع النابة، ودا يعني عدة جوائز الله يرحمه. ما نكذبش عليكم حببني هو اللي حببني في الخدمة هدية. ونتم الوقت هذاك كنت أنا صغيرة كنت نتعلم عليه كيف ماشي يعمر. كنت صغيرة خدمت حوتة وحرجتها عمرتها بالعدس كاملة قشور الحوت، ومن بعد نفختها بالصوف وعلقتها في الحيط. كنت أنا صغيرة وفرحانة بها ياسر. المهم ربي يرحمه. وهنا هنا نتبعوا دركا في خدمته. نكملوا البنات الخدمه. ندور باسكو التليفون جياني. ما نزيدش نطول عليكم البنات. هذه الطريقه تاع مجبود الفريده.
نجبد الفريدة بلا ماشين اندستريال. شوفوا اللواعي البنات كيف ما راهو خرج لنا كأنه فتلة. شوفوا ها هو. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الخدمة. للاتصال هاكم كما قلت لكم 06 74 58 86 64. شكرا لكم والسلام عليكم.